الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لأعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. خدای تعالی دو قرآن دا آیتا چارا دا سورة مزمل دا وهاد بجد بأوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يعني خدای تعالی بأوزد عليه نیوه شویل میج بکا، يعني هنکیج نیوه شویل هندک در یا و نیوه ویناکیا أوزد عليه یا زیدتری وی بکا ورتل القرآن ترتيلا. وقرآن جو وقتی تخواند گران بخینا هدی بخینا عجله نکب. إذا الدرساته معلومة هنكي نيفيد ماب بفإن قلت أكان القيام فردا أم نفلا، تبي أجر قلت بيجي رابونا شبي الميش قالوا فرض بون يا سنة بون. قلت إمام زمخشري بأزي بيجم عن عائشة رضي الله عنها ديما عائشة رضنا خدا لي بيقوتيا أن الله جعل له تطوعا بعد أن كان فريدا. ما فاضل الميكروفون أخو بيجري خير. تشتغل خدا تعالى فسره غير خدا تعالى قران ديا سنة، يعني دمكي بيشي تشويا بيشي فرض ويا. وقيل كان فردا قبل أن تطلع الصلوات الخمس. كلام كثير. يعني كيفية لميجا تشتكي أفسورة نابل بيا خدا تعالى قلت لميج بكن قم الليل إلا قليلا نصفه. شكلي ويل ميجي شوابي خندني ركوعي سجدي ركعتي شوابي تسايا تتشكي وتجيكي الحديث هذا تشكي ديانا ديال تشتكي بدي مندي هنا اللي ميجا الشبيه. لا سيد عبد الشبيه أنا نابش ليه؟ أبا زمانكو تنجي وقت فرضية تنبيه قداش بيغمبرا قلتيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو يا شوال مشا تكرني تدا تخوندني بشارك حتى تكرني درماوي فلاني وشوايا تسايا أديان برسول أديان تشكي بيام تدا تنه أكيد ويا كلام دبي قيلة دبي واحد بيقيلة قيلة أوجب قيلة إشارة قبل الله من هبية يعني هبية هبون هبية أما كيفيته يا إنسان سيد روي محيي السنة عن مقاتل وابن كيسان كان هذا بمكة قبل أن تفرض الصلاة ثم نسخ بالصلوات الخمس، ورويناه عن البخاري ومسلم في عديد جابر أيضا سيدا مني هو إيجاد خوزين ابني كيفية داويد برسم أو كاوي الميج هبوية تنبيه بنابرس الميج هذا كافكو أصلا بخاري ومسلم بكرن تيجا وتشغي ل او كي بنيري من حجري عسقلاني نامي تشيه فتح الباري بنيري تشرع مسلم بنيري او يجا سوان حديثات ليش خبرتنا مالك كرمت. وقيل كان فردا قبل ان تفرض الصلوات الخمس. وقيل كي قلتي انا ولا لميجا شب لميج فرض بنا بري هر بينج وقت دي لميجي فرض بدن هنجي فرض ويا ثم نسخ بهن غير هر بينج وقت فرض بون وهذا نصر حكمي رابو إلا ما تطوعوا به إلا أو ما يبغوا أو سنة ولا خير ولا بكن أو باشا ليه كودي نفرزا. وعن الحسن حسن بصري خداجي رازي بيقولتي كان قيام ثلث الليل فريدة، يعني سيا يك شبيه بورا بالميج بك في خنبري ما فرض ويا، وكانوا على ذلك سنة. سي بحري شبه بحركي شبل ميش تكرن. وقيل لك قلت لنا كان واجبا، قلت أف شبل ميش تكرن واجب ويا، وإنما وقع التخيير في المقدار. كلمة رجال عولقوا عن الحسن كان قيام الليل فريدة وقيل كان واجبا، يعني دنابينا فرضي واجب ده القولي حنيفية فرق نهائي. شواد مذهب الشافعية ده واجبات حج وركن حج جدو غيرنا مسألة حنيفية ده جنابنا فرضي واجب ده أوكي، يعني واجب بيدمك بكي وترى شو واجبا لما عيدي واجبة مسألة حنيفية ده أبانا دمك قبل ما الشريجي واجب بينك فرض بيدمك
معنى فيه مالي. وإنما وقع التخيير في المقدار يعني المقدار كرنا شبيدا أو سربستي عن دويدا شيبويا ثم نسخ بعد 10 سنين مش نسخ ويا حكم رابويا بشتي 10 سالا يعني تشقاسي شبي ويل ميج بكن ها أفسر بستي دويدا شيبويا بمقدار ده وبي 10 سالارا إذا حكم وي رابويا. وعن الكلبي قلت كان يقوم الرجل حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين دبيهبو زلام مثلا درابو شبل ميجي حتى يصبح حتى دقريا مخافة جترسا أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث والثلثين قالوا دبو مثلا من يفيكر يا مسيا يكر يا مسيا دوكر بلكي زي محافظة لكم دبيولا حتى دبو صبح مثلا في إنسان الميشتكر. ومنهم مثلا عالم يقول من قال كان نفلا هنك قلتنا والله قبل ما يجي الشبي قلت سنة ويا بتشجي بدليل التخيير في المقدار شكون قدري بيدا ويش خاصي بكن وين نيفي بكن ويش سياكي بكن ويش سيا دوا بكن بالدليل سبستيات بيد اختياريات بمقدار دا قلت سنة. وهمجي ولقوله تعالى وجبوا في آية هاجي ومسا أبايتي دلالتي سنة بناويتك ومن الليل فتهجت به نافلة لك وجي شبيجي تهجد بك جبوني خدي شبل ميجا بك نافلة لك وابن سنة خير شترام يعني نافلة لك يعني زيادة على الفرائض يعني وي زيد بنا صر فرزة وخدي خير زيد بدي. ترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا إذا ترتيلا قرآن تشيا قراءته على الترسل خندنا قرآن لسر هدي بوني هدي وتؤدتي بتبيين الحروف وقلت مثلا حرفا ولنج كربكي حرفا درخي وإشباع الحركات وحركات ظاهر بكي ترتيل القرآن أبا حتى يجي المتلو منه حتى أو تشتيق وتدخليني خندنا تا شبيها بالثخر المرتل وتشبيها ووريكرن بواندناني وملولو جف أيرينا جف وقطاينا يا أو تشكيجن هو المفلج أو دناني وأراد نابا وادهيا المشبه بنور الأقحون مثلا زي بجم بنور الأقحون بنور الأقحوان بلي سيدة قلت يا أقحون أقحوان أقحوان شيء نور أقحوان شيء سيدا يعني دبي مثلا زي بيجم دبي تباعد ما بين السنة والروح ولا أقحوان سيدا نور أقحوان شيء سيدا ما ويسي ولا سيدا أقحوان بالزوج ودلين هردم لين هرد تكون نريسان تخمينا مشكلة لهم جا أمبني الأنبياء دارفنو أقحوان ولو تام جب ظاهر بد بليبت نور الأقحوان إذا بنور تشيكا أقحوانه باباتيا سيدا باباتيا أنا بنوري نورجي أو كليكويا وكو بليوي نور الأقحوان أو نور نور هنا نور الأقحوان نور أو تشيكا بلي باباتيا بيشلولو جر عيرينا عيني وقو هنا جواين أوفى بلجا ولا رأس مالي كرمك وأن لا يهزه هزا لقو قرآن هم بسر هفدا بدي ولا يسيده سردا ومثلا تبلي هفدو بكي لا هفدو بكي عجلك كما قال عمر رضي الله عنه بشوى إمام عمر قتيا الشر السير الحقحقة وتي أن مشى خراب أو أقول زحت عجلتك وشر القراءة الهزرمة وأن خندنا شر السير سيدا يعني كو سيدا شندنا مرواد با حيوانات با شدوه القحقحة الحقحقة يعني عجلة كرن تعبد داين أزيد ديتن يعني ده كده كزوج ده حيوان أخو لا تطيقه بلي يعني القرآن ده مرتو غينا مرتو زوج ده أخو يعني بنا خب تشكينا وفلان بك وصلنا يعني هدي بلي وشر القراءة أن خندنا نباشي أو الهزرمة أو أقول لا خف قلبين تبدي هذكيج عجلي
حتى يشبه المتلو في تتابعه الثخر الألص حتى قلت شبهاندن المتلو أو تشتي قلت خوندن في تتابعه يقولوا قد سرحدو الثخر الألص يعني الثخر الألص وقوات دناني قبهبنا دناني كيلك أدراس دناني كرسية هنا قلت أنا كيلك واني دناني كيلك أبيكو بهما زلقاندينا دين بيجن دناني كرسية وانا نبي أدراس بس دناني بيشين إنك نبوا فرق جار خطاندين إنك بهما زلقاندين إذا أساسا فرق علامات فصاحة وانا يعني كوا إنسان فصيح قتينة حرفا جف قتينة ولو هدي تدخلي حرفا قتينة تمام كي جاي كنت أوبن حرفا قاشت مش معناه قلت حرفا لا تجبنا قتينة وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتي برسكرين جديا مع عائشة رضي خدا لبي شخندنا في خنبر عليه السلام قلت خندنا ويتشاوبيا فقالت يا عائشة قلت لا كسر ديكم هذا نو كوفيت عجلة كرنا وقو هم الدنا دو هفدو ونعجلتك نو كوفي خلنا وابويا يعني لو أراد السامع يقول بحث عندنا بخصة أن يعد حروفه لا عدها وحرفا بجميري أن يعد حروفه لا عدها أن بيعمل صايد يدخل تيجي كبخصة كل جداري كي كاربو حرف پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجمع وي قريبا بجميري يعني والقاسي يقولوا هدي وترتيلا يعني أب تأكيد في إيجاب الأمر به يعني خندنا قرآن بترتيلا خندنا كقران أب ترتيلا تأكيدا جو إنسان بأمرها أمر خدي بيك بيني وأنه يعني ما في شيء أمر ورتيل دبجة ترتيلا تأكيدا شمكي أوكي مفعول مطلقة تأكيدية يعني تمام مفعول مطلقة تأكيدية جبني ورتيلوج أمرنا بلي وأنه ما لا بد منه للقارئ وأفخم دنا هاجي تشتغل لازم أجي إيجو تخينيرا قولوا هدي بهنا فرق خيني إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وده بمحقق أم بدنا يعني لقايت بكن قوتنا كي جران يعني قوتنا كي قوشترا ولو زحم زور بالتعب بأزيت بجران بي إمام زمخشري تفسير بآية بهذه الآية اعتراض بأب آية جملة معترضية ويعني بالقول الثقيل القرآن وما فيه مقصد قولا ثقيلا يعني أو قو قرآن وتشتيد نبا قرآن ديا أو تشتي نبا من الأوامر تشتي خدي أمر كرناوي دكي والنواهي أو تشتي خدي تعالى منعايك التي هي تكاليف أو يقول مثلا خدي تعالى فرض كريا إنسان في مكلف كريا جو بكي وشاقة ثقيلة على المكلفين ومثلا زحمتها وقران لسر إنساني مكلف وزورة وخدي بار واكريا جو بكر خاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقرانيها خصوصا لسر في خمر خدا صلى الله عليه وسلم لأنه شوكو في خمر خدا متحملها بنفسه إيجو ببارها بخوهل قري في خمر بويا ومحملها أمته إيجو بالتبليغ بكي بدي أمته خوجي ديسا كي بويا في خمر بويا أمته أخو حامل بكي يعني أمته أخو كيف نبار يعني في أمر خدي تبليغ بكي أمته خورا يعني باري الواجب يعني دبلا تدري اسم رسول الزمخشري يعني دبلا رسول خدا متحمل ويا أو عولي حمل كريا والمجي حمل كريا المجي بار كريا أم جي في يكي هنكا أم هل دقرن قالها مسمها شاب بجنور بلي يعني هو مسألة زي بجم شاوش في خنبري خديرة باركي جران بويا قو تبليغ كي أمتا خورا ولو جران جو أمتا نرشي قو في بارها هل قري وأجي تبليغ كي إذا مسألة حديثة بأمر الله المؤمن بما أمر به المرسلين يعني خدي تعالى أمر في خنبرة بشكلية أمر الرسولة أمر تمام المؤمنة جبوه كليا بلي فهي أثقل عليه نحو أب أمرهانا قراند لسل في خنبرة خدا وأبهد له وجرولدها زحمته أوان سيدا أوان أوامر النواهي كتكاليف يعني أوان تكفية أوان تكاليفات أثقل عليه
سر پیغمبر خدا گران بون وأبهج له وزحمت بون جرى زور بون. بهذا الشيء أبو تفسيره أسقله عيني. فلا وجوكو جران. وأراد بهذا الاعتراض يعني مقصد بيج اعتراضها أما أبا جملة معترضية يعني إن عليك سنلقي عليك قولا ثقيلا جملة معترضة. بأن ما كلفه من قيام الليل أو ما يقول في خنبري خدا هاتي التكليف كرن جرابونا شبيه أم من جملة التكاليف الثقيلة أبجهنك وان تكليف جرانا الصعبة أو زور التي ورد بها القرآن وقرآن فيها هاتية أو أمر بخدي تعالى القرآن دقوتنا ومثلا جراني بنا وزحمة ويا لسر في خنبري خدا لأن الليل وقت السبات والراحة والهدوء شما شنكو شب وقت السكنان دنيا وقت الراحتية والهدوء وقت السكنية فلا بد لمن أحياه ناخذ لازم إيجو الشباب عبادة درباس بكي من مضادة لطبعه وتشتكي طبيعة إنسان راحتية خوازي وبشفق استراحتي بكي راحتية بكي وبسكني معلومة هي لازمة تشتكي ضد طبيعتي خو بكي تشتكي مخالف بيش طبيعتي ويرزدي ويبي ومجاهدة لنفسه وإنسان قرق جهاد بكي بنفسه فرا حتى قو مسألة زورا ويبي رابي الشباب عبادة درباس بكي. وعن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله قري عباس رازمنا خدا الوابي قوتيم كان إذا نزل عليه الوحي برسول خدا هبو وقت بو وحي ذهات جرى ثقل عليه إنسان قراني تشدبو وتربد له جلده ولاشي ويناك ولو مسر رنجي ويدا قشتبو ديوكو رنجي خليه. وعن عائشة يعني رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام جقرانيا وحي الرنج دقشت الرنجي دقشت رنجي دقشت بلي. وعن عائشة رضي الله عنها ديما عائشة رزمنا خدا لي بيقوتيا رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد من في خنبري خدا دي يقول نازل بيقول لسري وحي دروجكي يقول زحسر مابو فيسم عنه قولوا مسازي بيجندقر قولوا سرماجي بو ديس أواويناكي فصل يعني يقول مسا كيلك إنسانا خيبد وإن جبينه وآنيا ويجي ليرفض عرقان وخيدان جا آنيا ويجي يعني كيلك ويناكي مسا آلي بو دهما غرشكا ويدي خيدان دا وهمجي آنيا ويجي خيدان جيد هركي. وعن الحسن يعني جبينا مر أو كيلك جينو كيني نا أمرايا كيلك جينو أمرايا سيدا بفيوسما أن يقلعوا يعني السيدة أوياك وجيت قاتيا هنا آنيا بيكتبوا هي آنيا هناك بل يعني خيدان وبيد خيدان الدا آنيا ويجي آنيا يجهر من فيفصيني دا خوشتر السيدة والله إعراب كده إعراب كريا والله البام إعراب تنا فيفسموا قوتي أن يقلعوا وعن الحسن ثقيل في الميزان يعني قولا ثقيلا يعني قرانية بميزان عمل إنسان رجع قيامته وقيل كيلك قلتنا ولا ثقيل على المنافقين يعني ثقيل في الميزان اكتبع عمل بكي وتبخوين يعني قلت بي عمل بكي سادة نخون دنسرية ما أقول دي هدي بخوين عمل وخوندن سلاح خوندنا بكل خير خوندنا بيش سلام ربنا مالي لأما حديثك هيا دبي آخر زمان دا وإنسان قرآني بخوين وكو إنساني خرما ديني برخو سيسكي وابا بيجي منفعتي نادي يعني حياته وان دقيش ناكي يعني القوري أمريوي القوري النهيوي نامشي سيدانا القرآن وأزبر كرني فلان فرن يعني فرجي باشا فقط يورجي أو الكتوي هي بدي تلاقي خبر دا بقول صد وزم كان حزار مأموري ديانتي الميجي هنا جوانا حزار حيواني كو قرآن بخوين دلميجي لجوي خاندنا قرآن فهم بكنتنا عين دي قلت هي نعم مبالغة والله بشتري مبالغة
ايجو فهم لكن زحف سيدا في الآدم نمز لا فهمناك يا ما يصير حزاري حزار ثاني فهمك قاجي بمرحمتي دبا انا ما في مملكه كده زي دي حزاره انسان انا دي حزاره فهمتك انا وي شو وصل منه نراسه سيدا وقت سيدا عليه باطيه برنا سيدا باطيش فري بيتر مالا هنا وقت الميجي نيز برالي هارا يزنوا بها يعني لو دري ايك دا زانان هنا تويجي لا سيدا ايك النظام اللي برن لفري نامي الي فري او كن الي فري اي مدرسه انا اي فري مدرسه تنا وكلا ثقيل على المنافقين وكذا قلتنا قولا ثقيلا يعني قرانية بقرآنها سر منافقة انجوال قرانة زورة وقيل كلام له وزن ورجحان وقلت ثقيلا يعني كلامك يقولوا وزناوي بيباناوي وترجيحاوي هاتيه كرن يا قرآني ليس بالسفسافي يعني قرآن شيء نسفسافا نبي يعني برداي حاشا نبي خيرا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة محقق دستيكا شبيه كرنا لميجا بشبيه بوترابي بشبه ميشكي هي أشد وطئا أن تشتي قولوا قرانا مصلحاتنا ويقولوا موافقة هفدويا يعني ويمشي هفد بي وأقوى مقيلا وأن قوتن ولا رجي قوتنا راستا وتبشب لميج بكي يعني أقوى مقيلة قلتنا قلب ودم ويمشي هبدو دفع شيء كعب ما تشتنا من التعرية يعني قلب وعقل وفكر دم ويمشي هبدو ما تقام كشيء يعني الشبيدة جبوجو مثلا هالك استراحتها خدها دنگ سكنينا دنگ ناي إنسان جي إذا زماني وقلبي موافق هبدو دبي من ناشئة الليل يعني ممزم الشيء تفسير هذه آية ده النفس الناشئة بالليل أو نفسها وبالشفد رابي يعني التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أو شبه وجيجي خو إنسان نبا يتاخى خد رابي لشبال عبادتي خديبا يعني التفسير شدا إشارة كركي التفسير هو ناشئة والنفس الناشئة يعني كالناشئة صفة موصوف كي محذوفة كل نفسها أو نفسها كو ناشئة عبادتنا يتيطاق غراب دبا معنى أي تنهدوا وترتفع وقبل الذكر يعني درابي وقبل الذكر تشبال عبادة فاو أجنبية تاخير ومن نشأة الصحابة إذا ارتفعت من نشأة الصحابة سيدنا إذا ارتفعت وقتك وعود مثلا درابن ولو بلند هاجونا كتير ونشأ من يعني نشأت الصحابة ارتفعت نشأ يعني ارتفاع إن ناشئة الليل يعني ارتفاع الشري يعني نفس نبض جرابة حرارة عبارته ماني دوم كمان كين دوم كدرينغا ونشأ من مكانه ومثل الجي خضرة به ونشر وبلد به إذا هذا وقت أول إنسان شدي بدرابي قال شاعر قلتيه قبا مثلا نشأ ما بلابون بنبونا وهابتيا بنشأنا إلى غوث يرى نيها السرى وألصق منها مشرفات القبائل برا نيها السرى سيدنا برا نيها السرى وألصق منها مشرفات القماحل دبيج السيدة كرمك بني سيدنا دبين نشأنا إلى خوص نشأنا يعني ارتفعنا أم بلن ببون بال خوسكي دغكي ناقتكي كبرا يعني قدم دي بريه نيها قوشتي ومخلوبونا وبزي قدم دي السرعة كبشري دائما السيري دا بريد شو براد به وألسق منها وزلقان دي منها جفي خوسي يعني جفي دفي زلقان دي مشرفات القماطحي اوان شما ستيوي بلنجي او جينكي قوشت بس تشكي تلا نما او جي شابيه او يعني كاجي مساب او كي شما ستيبا زلقان نوي بلندايا ويجي جيتك يعني حاستيقة هانا هبدو
عشيقانا ودانا كذا نشأنا إلى خوصي يعني ارتفعنا أبا ارتفعنا ونهضنا بمعنى رابون هاتيا يجي أو قيام الليل يعني مقصد بيش نشأنا شيء رابونا شبيها على لا أن بس لا معنى كده إن الناشئة الليل النفس الناشئة بدي معنى يعني بصفة موصول كي معزوفة إجا يكنجي معنى ناشئة الليل ناشئة وكي عافية مصدري شبيه بوجهة قلت النشأ على أن الناشئة مصدر للسلف الجيجة قبل ناشئة مصدري جتشية من نشأ ناشئة مصدري نشأيا مثلا قمانا رابونا إذا قام وقت قرابي ونهض قبل بكيرابي سرقا هينجي وعدي على فاعلة للسر وزنا فاعلته كالعافية مصدر على فاعلة يعني للسر وزنا فاعلته وكو عافيته هم جو يدل عليه هم دلالة سبيل قول نشأ معنا رابونا بشبيه نشأ مصدر ليش مفعلة يعني صفة موصول كي معزوف لنا صادق مصدر هذا سرجات كماروية يعني مصدر جار سوزنا فاعلة ثيا من سيدا أبي يبقى الشيء كبير بردنا يبقى سيدا مني قلت لعائشة مش جماعة عائشة قلت راز بناخذ عليه رجل قام من أول الليل وزلامك مثل مغربي رابي بشبرابي أتقولين له قام ناشئة يعني تدبيجي رابوية الشبل ميجي قال ديما عشا قولا وإنما الناشئة القيام بعد النوم يعني بيشيقو إنسان راكت رازها وجار كي رابي سرقة أبنى ناشئة إذا ففصلت تفضل سيدا تفضل كل ناشئة تفضل كتبه قيام دمك ناشئة تدا مصدر نكو اسم فعال صفة موصوفة معدودة ففسرت الناشئة بالقيام عن المرجع ديما عائشة تفسير كلية ناشئات ما رابونا جيتاخي بوبشت إنسان راكات رازا رابي سرقها أو العبادة التي تنشأ بالليل يجوي عبادته بشب إنسان لدكي بشب الميجن أي جاء شيدن التاويل كأوجي تاويله نقول كي إن الناشئة الليلي النفس الناشئة أو قيام الليل أو العبادة التي تنشأ بالليل وتجي تفسير يعني ترتفع بلي أو لما يجاقوا مثلا إنسان دكي هاجورتي بلي وقيل قلت هي ساعات بلي أو عبادتك تنشأ بالليل يعني تحدث وترتفع يعني الشباب بيدت براد بلند وقيل هي ساعات الليل قيل قلت ناشئتنا ما نشيا ما نام ساعتين شبينا كلها تمام ساعتين شبينا كلها تمام ساعتين تبينا لأنها تحدث واحدة بعد الأخرى تشوف ساعتين يكفش يكيتي بس اشتبه ساعتين ويرتي قلت ناشئة وقيل الساعات الأول منه قلتنا ولا ساعتين في شيء شبيه جوارتي قلت ناشئات أيضا بلي كلامك أزبني دنج مقرطيبي حتى دنج ذكر البوشكات بلي جاء از عبارة نابينم لبري أو بيشيدا قوت ففسرت الناشئة بالقيام بلي بلي أو بيدا شهبي أو العبادة التي تنشأ بالليل سيدا أوليقو إن ناشئة النفس الناشئة هذه أذكر صفة موصوف كي معزوف كالنفس أدرياقو أو قيام الليل وقو مصدره أشياء إجا أو العبادة السيدة ملوى أو العبادتي أو العبادتي نا قول السيئة نا قيل السيئة أو تفسير عائشة يعني تفسير عائشة يا القيام بعد النوم ويا معنى العبادة في الليل ففسر الناشئة بالقيام عن المضجع يجب بالقيام إلى العبادة يا بلي هس عبارة نوبي من الناشئة بالقيام يا الناشئة بالعبادة تنشأ بالليل يا شمكو اعراب جي كليا كسر اعراب كليا وصل قشتله
الناشئة من ففسرت الناشئة بالقيام. ففسرت الناشئة بالقيام قياما بالقيام على المضجع، يا ففسرت الناشئة بالعبادة التي تنشأ بالليل. تمام. أو تبيجي تمام. وقيل الساعات الأول منه وتينا ولا ناشئات أو ساعات كشيش شبيه جوارة قلت. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما حزتي علي كره حزتي حسين راز بنا خدا الوابي قلتيا أنه كان يعني علي زين العابدين قلت يعني علي مثلا علي كره حسين أبي كره حزتي حسين يا زين العابدين در باصفه نبي زين العابدين السيدة تمام. أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء دبي مثلا في خنبري خدا لميش كنا بين المغرب والعشاء. لا نبي علي فاتح بلي أري بلي أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول أما سمعتم قول الله تعالى أي وقوتنا خذ ساعة نكريا وتأن ناشئة الليل دسبيكا شبيه هذه ناشئة هذا دسبيكا شبيه يعني دمكي يجي المغرب يجي دسبيك هي أشد وطئا يعني لقوني وي إنسان رانز يجي كارل بيا شباب كمان لقوني حسدي عايشة كلا راسي ها مثلا عايشة بيرابونا فيش خوية فيش راكتني بل أب بيج مغربي هي نرى كتيجي لا شو لما يجي رادرين كباري سبك هران هي أشد وطئا أب كرنا شباب ميجي أشد وطئا مثلا الزحف قرانا موافقة ويملية يعني هي خاصة دون ناشئة النهار ومثلا أبشف خصوصية جغيني مثلا عبادتي روجي يعني إيه شبيه قرانيا وناكي دهاتك الشكل تدج إيه روجي أشد مواطأة يواطئ قلبها لسانها يعني معناه جداية يعني ارتباطها وناكي يواطئ قلبها لسانها وقلب إنسان وزمان إنسان دخي ويملي هبدو بهردك عبادتك جبويك أو عبادتك مثل الجداية ويمليها إن أردت كنجي معنى جيتي إن أردت النفس وقتي النفسي يعني أو نفسها الناشئات قوتشيا أو نفسها قدرابي لميشتكي أو يواطئ فيها يجي موافقة تيدا قلب القائم لسانه قلبي إيه قدرابي لميشتكي موافقة زماني كنجي إن أردت القيامة أو العبادة أو الساعة وقت مقصدها تدبر رابونا شبابي وكرنا عبادت بي أبياجي دريك إن أردت القيامة أو العبادة أو الساعة أبغى تجد تدفع كلني أو تاويلا أو يا العبادة توبة كريا بلي أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص يعني قبل ما يجي شبيه ناشئات دهاش داية موافقة يشتي قوتي قصدرن يقول الإنسان بخشوع قرب بترس بكي وبإخلاص بكي ويملي ويناك أنا طب مرة ثانية بكستنا ما ترسو خشوعني لما تشمران وعن الحسن قلت أشد موافقة بين السر والعلانية نورا قلتيها مثلا قبل ناشئة الليل دهاش داية موافقة نتبينا دزي وشكريا شما لانقطاع رؤية الخلائق چونكو ديتنا انسانا وتي برين خسيكي نابيني جوفتي انسانا نبيني جي مالما ريا وغوسترش يكيد شنابه وقري أشد وطئا بالفتح والكسر يعني وطئا بفتح وكسر جي هاتيا وطئا بدا وطاء سيدا ملي وطئا وطاء وطاء سيدا هر فتحي وكسر هر دولو شنابه وطئا يعني كسر بمادة تخون وطاء بلي والمعنى أشد ثبات قدم يعني قوين بيكي يقولوا ثابتة وأبعد من الزلل وقدوري يجي شمطان دنيا ياجي أو أثقلوا يا دها قرانا وأغلظوا على المصلي دها مثل قرانا لسر إنسان يقول لميج دكي من صلاة النهار يعني لميجا شبيه دها قرانا ودها قالنتنا لسر إنسان يقول لميج دكي لميجا روجي بس يا روجي إنسان كي بينين يك إنسانات بيني يعني هنكي ولا سبكة أما يا شبيه نوبي من قوله عليه السلام جبوتنا في خنبر عليه السلام قوتيا
حديث اللهم اشتد وطأتك على مضر وتي يا ربي تبجدنا يعني عذاب خا لسر قبيلة مضرية وطأتك يعني باسقي أخو ذكرنا أخو عذاب وأقوم قيلا يعني وأسد مقالا يعني قلتنا كي راست وأثبتوا قراءة لهدوء الأصوات قد حسب بالترى أبشبه المجاب بشبه خندنا وينا لهدوء الأصوات تشكو تمام دنقاتنا سكناندن دنق سكنن دنقناي جبوية كي ده حسب بالترى خندنا خو إنسان ده بيتر خشت خويني وعن أنس رضي الله عنه حزت أنس لازم ناخذ اللي بأنه قرأ وأسوب قيلا جدلا وأقوم وأسوب خنديا فقيل له جاء أنس حتى قوتن يا أبا حمزة دمك كنياوي أبا حمزة إنما هي وأقوم يعني آية توليها فقال الناس قلت وإن أقوم وأصوب وأهيا واحد أو هرسي كلمة ها معنى وروى أبو زيد الأنصاري عن أبي سرار الغنوي أنه كان يقرأ فحاسوا بحاء غير معجمة بحيكة بنقطة يعني جاسويا بحائج خندية فقيل له إنما هو جاسو أب آيات بالجيمية فقال جاسو وحاسو واحد يعني جاسو وحاسو يكن وكعب منه أصابكم الله غير قسنا